الكثير من التلاميذ لا يستطيعون القيام بهذا الرسم في حصة الفيزياء. إنها تجربة صعود الماء في الأنبوب المقلوب فوق شمعة تشتعل في حوض. يجب أن نرسم في البداية 4 خطوط متوازية بواسطة مسطرة، فنحن نبحث عن الفارق في مستوى الماء بين قبل وبداية التجربة مقارنة بسطح الطاولة. نضيف الخطوط العمودية للحوض باستعمال بطاقة مستطيلة. نحدد بواسطة مسطرة مكان الشمعة والأنبوب المقلوب في وسط الحوض على اليمين وعلى اليسار. نحدد ارتفاع الأنبوب تحت الخط العلوي، ثم نحدد ارتفاع الماء في الحوض في بداية التجربة. نرسم الآن الأنبوب المقلوب والشمعة في وسط الحوض على اليمين وعلى اليسار. نرسم الآن لهب نار الشمعة تحت الأنبوب على اليسار، ودخان الشمعة بعدما انطفأت تحت الأنبوب على اليمين. نستعمل الآن قلم جاف أسود لتثبيت الرسم، الحوض والأنابيب المقلوبة والشمعة إلى آخره وسطح الطاولة. لا ننسى تسمية اللوازم، محو الخطوط الموازية الزائدة، وتلوين الماء بالقلم الأزرق. وإلى اللقاء في تجربة قادمة بإذن الله.